اهلي مش مجرد نادي كوره. الأهلي فكرة اتولدت علشان تجمع المصريين. بس السؤال، ازاي نادي بسيط تحول لاعظم نادي في افريقيا؟ القصة دي لازم تتحكي صح. يلا بينا. يلا. سنه 1900 مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني، والشباب المصري ولا كان ليه صوت ولا كان ليه مكان يجتمع فيه. النوادي ساعتها كانت للأجانب بس مش للمصريين. المصري كان مجرد متفرج مش صاحب مكان. ومن هنا بدأت الفكرة. راجل واحد بس قرر يغير كل ده، وهو عمر لطفي بيه. عمر لطفي بيه ما كانش بيدور على نادي كورة، كان بيدور على بيت للمصريين. مكان للطلبة يناقشوا، يفكروا، يقاوموا. ومن هنا فكرة الأهلي بدأت تكبر. سنة 1907 القرار اتاخد. تأسيس النادي الأهلي كأول نادي للمصريين. والمفاجأة هنا إن رئيس النادي أصلا ما كانش مصري، كان أجنبي، وهو ميشيل إنس. وده كان بسبب الظروف السياسية وقتها، لكن الروح كانت مصرية 100%. النادي الأهلي ما كانش مجرد نادي عادي، ده كان جزء مهم جدا من الحركة الوطنية. مكان كان بيتجمع فيه الشباب يناقشوا مستقبل بلدهم. في ثورة 1919 اللي تفتكروها، الأهلي أصلا كان ليه دور مهم في الثورة دي، بس غير مباشر. الدور بتاعه إن هو كان بيجمع الناس. ومن هنا بدأ يتقال عليه نادي نادي الشعب. الأهلي بقى ابتدى يكسب بطولات. بطولات، جماهير وشعبية بتزيد كل يوم. لكن السر الحقيقي ما كانش في الكورة بس. السر إن الناس شافت نفسها في الأهلي. ومن 1907 لحد النهارده الاهلي لسه محافظ على نفس الفكره. نادي بنى عشان الناس وعاش بالناس. عشان كده بقى مش اي نادي ينفع يبقى الاهلي. الأهلي مش مجرد تاريخ. الاهلي هو التاريخ. دي كانت بداية الحكاية. ولسه الحكايه مكمله. لو أول مرة تشوفنا، إحنا إخوات في الكورة. دوس لايك واشترك في القناة، استنى حكاية جديدة، حكاية التاريخ أهلاوي. سلام. سلام.